كل حاجه بقت من البيت دلوقتي من ساعه الكورونا، وخلاص حياه الناس اتغيرت، كلنا بقينا قاعدين في البيت. لو انت في دراستك فانت قاعد في البيت بتحضر محاضراتك، بتذاكر، بتعمل كل حاجه، بتروح مدرستك وانت قاعد من البيت. ولو انت كمان في شغلك فانت قاعد من البيت. بس عشان تعمل ده ما ينفعش تظهر اقوى لابتوب هتجيبه الكاميرا بتاعته مش تبقى فول اتش دي، فانت محتاج تتشاف كويس عشان الناس تشوفك كانهم شايفينك بشكل اقرب على الحقيقه، عشان ما تبقاش دايما عندك المشكله بتاعت ان الاضاءه مش احسن حاجه، ان التفاصيل بتاعت وش مش باينه، ان كل الكلام ده مش باين. فانت محتاج حاجه تبينك، حاجه تظهرك. من الاخر كده انت مش تقف تصرف شعرك في مرايه مش حلوه او مش باين فيها صورتك عامله ازاي، انت محتاج صورتك تبقى متشافه. وفي نفس الوقت لو انت قاعد في البيت فانت محتاج تركز، يعني لازم تلبس سماعه، بس اي سماعه هتجيبها هيبقى فيها مشاكل كتير هتقابلك. لكن لو عايز سماعه تناسبك لشغلك يبقى لازم تفكر في الحاجتين دول: اللوجيتك ويب كام سي 920 اس برو، وكمان ال H540 كسماعه من لوجيتك. لوجيتك هي شركه سويسريه بتعمل كواليتي بجد، تعمل حاجه تاخد منها كواليتي بجد قصاد كل جنيه هتدفعه، وكمان اسعارها مناسبه. خليني اكلمكم عن السي 920 اس برو. الكاميرا دي جميله، ينفع تتحط على كل حاجه، ينفع تركب بكذا زاويه مختلفه، ينفع تتعلق كمان على ترايبود. انت متخيل ان كاميرا ويب كام ينفع تعلقها على ترايبود؟ ينفع تجيب ترايبود اصلا وتحطه عليها، سواء ترايبود بروفيشنال او تجيب حاجه من الحاجات البسيطه الخفيفه اللي بتتباع على كل المواقع دلوقتي اللي تقدر تحط عليها تليفونك. فهي بتديك كل الاوبشنز. كمان الناس اللي بتخاف انها تكون متشافه في معظم الاوقات، لو الكاميرا كونكتد على طول باليو اس بي فانت مش محتاج توصيلات كتير، بيبقى جاي معاها ده، هتفتحه تقفله مش هيبقى باين حاجه مجرد ما تقفله. الكاميرا دي كمان بتصور لحد 1080 فول اتش دي 30 فريم بير سكند، وكمان فيها اوتو فوكس ولايت كوريكشن. يعني انت مش محتاج بقى تقعد تظبط الاضاءه علشان تاخد صوره كويسه ويبقى شكلك باين لون جلدك مظبوط مع الاضاءه اللي انت قاعد فيها، لا هي بتعمل كل ده لوحدها، بتعمل كل ده لوحدها بشكل عادي. الكاميرا دي حتى لو انت بتفكر تستريم از جيمر بقى وعايز تلعب وعايز الناس تشوفك، هي احسن كاميرا ممكن تعمل بيها ده. ولو انت عايز تطلع بس تعمل ميتنج او تذاكر مش محتاج حتى يبقى فيه مايك كبير قدامك، الكاميرا دي فيها مايكين، فانت عندك كل حاجه ممكن تحتاجها في الكاميرا دي. الكاميرا حتى وزنها مش خفيف، مش يخليك تستقل بيها، الكاميرا ليها وزن، والزوايا بتاعتها اللي بتتحرك بتخليك تخليها فوق وتحت وهنا او كده، او دي تتفرد خالص ويبقى الكاميرا جايه بزاويه مختلفه. فالكاميرا ممكن تعمل بيها كل حاجه انت عايز تعملها. والسلك اللي جاي معاها طويل يخليك تحط الكاميرا في اي حته وبعد كده توصلها في اليو اس بي من غير مشاكل. ده لو انت مش هتستخدم لابتوب مثلا وهتستخدمها على بي سي. اما بقى لو هتستخدمها على لابتوب فالموضوع هيبقى اسهل بكتير، لان السلك ده هيبقى اكتر من كافي ليك. خليني اقول لك ان التو مايكس اللي في الكاميرا دي بيطلعوا ستيريو اوديو، يعني الناس بتبقى شايفاك من الناحيتين وهتبقى سمعاك في السماعات اللي عندهم من الناحيتين، مش من تشانل واحده بس مونو. ودي حاجه هتفرق في شكل الصوت اللي طالع، لانها هتبقى لقطه كل الاصوات اللي حواليك. الكاميرا دي شغاله على الماك وشغاله على الويندوز، يعني مش هيقابلك اي مشاكل وات ايفر انت بتستخدم لابتوب من انه شركه فيهم. وكمان شغاله مع ابلكيشن او بي اس علشان لو انت حبيت تبقى ستريمر في يوم من الايام هتحتاج برضو الكاميرا دي معاك. مش هتفكر ان انت تشتري كاميرا تانية الا لو عايز تعمل ابجريد مثلا من البادجت دي لبادجت تانية خالص، مثلا معديه 20,000 جنيه مثلا ولا حاجه. لكن طول ما انت في الرينج ده الكاميرا دي هتقوم بالغرض جدا جدا جدا. كمان الكاميرا دي بيجي معاها ضمان 2 سنين، فانت هتبقى مطمن جدا ان فيها اي حاجه. والضمان بتاعها في مصر ضمان استبدال مش ضمان تصليح، يعني الكاميرا لو فيها اي حاجه هتروح هيعينوها، هيطلع فيها مشكله هتاخد كاميرا تانية بدلها، ده لمده 2 سنين. نيجي بقى للتركيز كله، وهي السماعه ال H540. السماعه دي خليني اوريها لكم كده ببساطه هي عامله ازاي. تيجي في باكج شكلها ظريف جدا، سماعه تحسها سماعه مكتب قوي الصراحه. السماعه دي شكلها شيك الصراحه، فيها هنا زرار تعلي وتوطي منه، هي بتكونكت عن طريق اليو اس بي وينفع تعمل ميوت للمايك وكمان توطي او تعلي. والمايك بتاعها مستخبي هنا علشان تقدر تستخدمه عادي. الكابس بتاعتها متغطيه بالجلد وبتتحرك في اتجاهات مختلفه، وهنا من فوق في كمان الحته الجلد دي علشان ما تبقاش عامله مشاكل معاك على راسك من فوق. ينفع تخلي المستوى بتاعها كده او كده، بتتعدل من الناحيتين. لو المايك بتاع السماعه مقفول هتلاقي دي منوره احمر كده. اما بقى عن السماعه وانا لابسها، فالسماعه صوتها عالي،
انا بقدر اتحكم فيها. السماعه صوتها كويس، مش حاسس انها فيها مشاكل معايا، حاسس انها ثابته في راسي، مش محتاج يبقى فيها مشكله وانا بحركها. الموضوع جميل الصراحه، وهي مريحه. انا مش حاسس انها وجعالي وداني خالص. يعني كنت ممكن احس انها ممكن تبقى وجعالي وداني، لكن لا، الكابس بتاعتها، الماتيريال بتاعتها مريحه. يعني من الاخر هي سماعه براكتيكال جدا، عمليه جدا، وبالذات بالنسبه لسعرها يعني. وصوتها عالي، مش حاجه واطيه خالص. وكون انها شغاله باليو اس بي، فهي ممكن تركب عليك على اي حاجه، ممكن تركب على الايباد، ممكن تركب على اللابتوب عادي، ممكن تركب على كل حاجه انت هتحطها عليها. دي الصراحه من الحاجات اللي مخلياها عمليه جدا جدا. كمان لازم تعرفوا ان السماعه دي عليها ضمان 2 استبدال في مصر. الاسعار وكل حاجه هتلاقوها تحت في الديسكربشن. بس ده كل اللي عندي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي فاتت، وتشوفوا كمان الفيديوهات اللي جايه، وتعملوا لي فولو على تيك توك وسناب شات وانستجرام وفيسبوك وتويتر. سلام.